طبعا انتوا كجماهير نادي الزمالك مش قادرين تنسوا اللي زيزو عمله معاكم، وانا عذركم ان انتوا اصلا لسه عايشين بعد اللي زيزو عمله معاكم، ومشى من النادي الزمالك ببلاش بعد ما كنتوا انتوا هتعملوه يعني الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وبتجهزوه انه يبقى كابتن نادي الزمالك، فان هو يسيب كل ده ويمشي ببلاش من غير ما تستفيدوا منه. انا عارف ان العمليه مشطشطه، مش بخير يعني. فكونك ان انت تطلع تشتمه عشان تضايقه، ودخلنا الكوره بقى في موضوع تاني. احنا الكوره في الاول والاخر احنا داخلين نهزر وندخل نضحك وندخل نقلش على بعض يعني في منظور الضحك والهزار، انما انت تدخل تشتم لاعب باهل بيته او بمراته، محدش يرضى بده. فانت شايف ان انت كده ان هو يعني انت كسبت، يعني انت شايف ان ده بيطفش نار الشطشطه اللي قايده فيكو بسبب اللي عمله فيكو؟ اتمنى تراجعوا على نفسكم، عشان انتوا كده بتقعوا في وزر احنا في غنى عنه. يعني انت هتاخد ذنب عشان كوره؟ اكيد يعني مش معقول تاخد ذنب عشان وزر عشان كوره. فانت تشتم لاعب وتطلع تقول اصل تشتمه من مراته؟ انت ما ترضاش على نفسك، انت كزملكاوي ما ترضاش على نفسك. انا عارف اللي هو عمله فيكم مش شويه، ولكن مش كده يعني. اهدوا شويه يا جدعان، مش كده، عيب، عيب.